ازيكم يا شباب؟ النهارده هنكمل بارت 2 من شابتر 1 في سيرفي. بارت 2 يعتبر دخلنا في سيكشن ماس اكتر بقى، يعني هنبدأ نتعرف على الماس، لان كده كده زي ما معروف مفيش فيزيكس without ماس. تمام، فاحنا خلينا نبدأ بحاجة بسيطة جدا وهتفيدنا جدا في تعليمنا اللي جاي. وخد بالك ان الفيزيكس كلها قايمة على بعضها، يعني ما تهملش اي حاجة. تمام، متقولش دي حتة سهلة وتعديها. هناخد حاجة اسمها coordinate systems. تمام، هل الكوردينيت عندنا كذا سيستم وهم ايه؟ اكيد عندنا كذا سيستم. طب يلا نعرف بقى هم ايه. اول حاجة الكوردينيت سيستم احنا محتاجين نعرفه في فيزيكس، عشان الفيزيكس معتمدة على البوزيشنز بتاعت الحاجة، بتاعت البارتيكلز اكتر. يعني مثلا اقول لك مثلا البارتيكل ده عند بوينت 2 و3، والبارتيكل ده عند بوينت 5 و6، وده بيتحرك بفلوستي كذا وده بيتحرك بفلوستي كذا في الاتجاه ده. طب هات لي الريفرس فيلوستي. ده انا ممكن اقول لك ان مثلا عندي اتنين بلين هنا مثلا، وليكن البلين دوت الدايركشن بتاعه كذا، وفي بوينت جواه كذا، والبلين ده كذا اهوت. طب انا يا عم محتاج اعرف الديستانس بين التو بلينز دول. تمام، كل دوت ريليتد للكوردينيت سيستم، بس حاجه ادفانسد شويه. تمام، حلو جدا. فاحنا محتاجين نعرف على الاقل ايه هو الكوردينيت سيستم، علشان لو حتى كمان هنتعامل مع الفيكتورز محتاجين نبقى فاهمين شويه على الموضوع ده. الكوردينيت سيستم هو سيستم مكون من لاينز متقسمين تبعا لسكيل معين انت بتحدده. جميل، حلو. فانا مثلا هناخد الكارتيزيان كوردينيت اللي احنا متعودين عليه دايما، اللي هو اكس دي واي، وهنا اكس. جميل، ده كده الكوردينيت سيستم بتاعنا احنا عارفينه. هنا الواي اكسس، وهنا الاكس اكسس، هنا البوزيتيف، هنا النيجاتيف، كذلك هنا البوزيتيف، هنا النيجاتيف. هنمشي وليكن 1 2 3 4، وكذلك ممكن حد يقول لي 2 4 6 8، وكذلك هنمشي هنا برضو نفس الحوار 1 2 3 4. هل ممكن نمشي هنا بسكيل على الواي بسكيل وعلى الاكس بسكيل؟ ممكن عادي، ممكن عادي جدا، بس في شوية أخطاء كده المعظم بيقع فيها، وهنعرفها واحنا ماشيين. حلو. آه، فانا مثلا عندك قلت لك يا عم البوينت بي مثلا عند اكس 1 عند في البوينت 1 1. حلو، وليكن هسمي دي بي. وعندك مثلا هحط مثلا هنا البوينت زد عند مثلا فور اكزامبل قول مثلا 3 و 4، بعيدا عن الرسمه والسكيل. تمام، لو انا مثلا عايز اجيب الديستانس بين الاتنين دول هعمل ايه؟ او لو انت عايز تمشي تروح من زد، من البي لزد مثلا، هتعمل ايه؟ انا قلت لك دي عند 1 و1، ودي عند 3 في الهوريزونتال، فانت هتمشي 2 في الهوريزونتال من ايه هو اللي بيحصل؟ آه... sorry about that. لو مشينا هنمشي 2 في الهوريزونتال لحد ما نوصل للزد. تمام، وبعدين هنطلع 3 في الفيرتيكال، لانك انت كنت عند الواحد وعايز تطلع للاربعه. عاوز تطلع كام واحده؟ 3. فانا هنا الديستانس اللي انا عملتها من هنا كام؟ 3. والديستانس اللي انا عملتها في الهوريزونتال كام؟ 2. فاذا من بايثاغورس، ولسه برضه هنخش في التراج حالا، هنجيب اللاين اللي احنا ممكن نمشي على اقصر مسافه، اللي هو 2 سكوير زائد 3 سكوير، الكل تحت الروت. جميل، او تحت الجذر. جميل، ده اول سيستم بلين او اول سيستم في الكوردينيت سيستمز خدناه. في سيستم هيفيدنا قوي، هيفيدنا قوي في الفيكتورز، وهيفيدنا قوي في الكومبلكس نمبرز لو يعني اتعمقتوا في المشهد. جميل، الا وهو يقول لك البولار سيستم. اكيد سمعتوا الاسم ده قبل كده، البولار سيستم. يا باشا ده سيستم كده. ماله بقى يا عم؟ هقول لك. فور اكزامبل هتلاقي الاكس اكسس فاضي كده، والواي اكسس فاضي كده، وايه الشغل ده؟ وهتلاقي ان الواي اكسس فاضي كده. حلو، طب ايه يا عم، ايه يا عم بقى؟ هتلاقيه بيمثل لك الموضوع عن طريق لاين كده مكتوب لك عليه الماجنتيود بتاعه، وليكن
وليكن يا عم هخليه لك 5 ومديك انجل هنا بسيتا. جميل. ده كده بالنسبه لي ايه؟ ده بالنسبه لي فيكتور، ده بالنسبه لي كوردينيت عادي، ده بالنسبه لي بوينت على او فيكتور، فاهمني؟ طب ايه الاكس والواي بتوعه؟ الاكس والواي بتوعه ان احنا برضه هنمشي في التريج حالا ونعرف ان الكوزاين بتاع الثيتا بيساوي الاكس على الوتر، والواي بتاع الثيتا او الساين بتاع الثيتا بتساوي الواي على الوتر. فاحنا اذا 5 كوزاين الثيتا تديك الاكس. وعندك يا باشا كذلك الواي بقى 5 ساين الثيتا. جميل. وكده تبقى انت جبت اللينس ده وجبت اللينس ده وجبت البوينت ذات نفسها في السكيل لو عايز تحولها لكارتيزيان كوردينيت. جميل. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا. طب انا يا عم ماشي، لو انا عملت السيتا لتحت كده دي يعني ده مالها دي؟ كده انا السيتا بالنسبه لي بالنيجاتيف، يعني لو دي ب 30 السيتا هنا بنيجاتيف 30. او وبرضه ان شاء الله هنتطرق للماس شويه عشان نفهم الحاجات دي. او 360 ناقص 30 اللي هي كام؟ اصل دي كلها كده لو مشيت دي كلها لو عملتها دايره هتلاقي دي كلها ب 360 ناقص ال 30 هنلاقي الحته دي بكام؟ او من اول بقى الاكس اكس، بص في اكس اكس وانت ماشي لحد البتاع دي، الزاويه دي كلها بكام؟ الزاويه دي كلها بكام؟ 330. جميل. حلو. الموضوع سهل، الموضوع سهل ومحتاجين بس نتطرق شويه في الماس، هو ما ملوش علاقه بينا شويه بس لازم نفهمه، فانا هشرحه لوحده اكتر. حلو. وكده خدنا البيزكس اللي موجوده في الريفرنس اللي هتساعدنا بس نكمل الشابتر ده والكام شابتر اللي بعده. جميل. الكونسبت الثامن بقى بيتكلم على التريج ريفيو، برضه جزء سيكشن تبع الماس، وكنا خدنا منه بارت كده حته صغيره في الكونسبت اللي قبله، وتعالى نتعمق فيه اكتر بحيث ان احنا ايه نبقى عارفين التريج على الاخر. حلو. انا بالنسبه لي عايزك كده تجيب اي مثلث قائم. جميل. حلو جدا. عايزك تتخيل نفسك واقف هنا عند الزاويه سيتا من اي جهه. لو افترضنا ان دي سيتا عايزك تتخيل نفسك واقف عندها. تمام. فانا هفترض ان دي سيتا، عايزك تتخيل نفسك واقف هنا. الضلع المقابل ليك هو الواي، يعني انت واقف كده شايفه هو الواي. الضلع اللي انت ممكن تحط ايدك عليه هو الاكس. حلو. واطول ضلع فيهم هو الار اللي هو الوتر. جميل. حلو جدا. وعايزك كمان تربط في دماغك بين حاجتين، الساين دايما مقابل. تمام. يعني دايما الساين مع الواي، الساين مع اللي انت مش عارف تلمسه اللي انت باصص له اللي هو سادد قدامك الحيطه ده اللي هو ده. تمام. بينما الكوزاين دايما مع اللي انت حاطط ايدك عليه اللي هو الاكس اللي انت ساند عليه اللي انت واقف عنده. جميل. آه فانا بالنسبه لي انا لسه ما شرحتلكش ايه الساين والكوزاين، انا قلت لك الساين اربطها مع المقابل والكوزاين اربطها مع المجاور. جميل. لسه ما اتكلمتش في اي حاجه، فخليك معايا واحده واحده وانت تفهم كل حاجه. عندك حاجه اسمها النسب. النسبة يعني ايه نسبة؟ يعني انا بقيس حاجة تبعا لحاجة، يعني مثلا لو قلت لك البتاع ده 2 سم وفي ضلع تاني مثلا 6 سم، طب نسبة ده لده كام؟ 3 الى 1 او ده 3 اضعاف ده. جميل. ده النسبة. وهل النسبة ليها يونت؟ لا، اكيد النسبة ملهاش يونت. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ان في مثلا كتلة واحد 3 كيلو جرام مضروبة في كتلة واحد تاني، اللي هو لا ما ينفعش تبقى النسبة حاجة ملهاش يونت. رقم عبارة عن رقم بتعبر عن عدد مرات احتواء الشيء من شيء آخر. تمام. أظن الكلام ما زال مفهوم. جميل. فخلينا نلعب لعبة، وأنا دخلت في مثلث قائم وعايز أعرف الريليشن أو النسبة ما بين طول الضلع ده للضلع ده. طب طول الضلع ده للضلع، طب الار للإكس بكام؟ اللي بيساعدنا في الموضوع ده السيتا. السيتا بس أكيد هندخلها في عملية حسابية ألا وهي الساين أو الكوزاين أو التان. زي ما قلت لك من شويه الساين هتربطها بالمقابل. فانا لو عايز اعرف نسبه المقابل ده مع للوتر اللي هو اطول ضلع هستخدم الساين. الساين سيتا بتساوي الواي اوفر ار. جميل. الواي اوفر الار. حلو. يعني مثلا لو انا قلت لك السيتا هنا مثلا فور اكزامبل ب 30،
لو حطيت عليها الحاسبه ساين 30 هتلاقيها بكام؟ هتلاقيها بهاف. فاذا اللي انت تستنتجه ان الواي عندك هتبقى نص الار، لان ساين ثيتا بكام؟ بنص. يعني لو انا عندي الار ب4 والثيتا ب30 هستنتج ان الواي ب2. وش كده دايركت. جميل. طب بالنسبه للكوزاين، الكوزاين قلنا للضلع اللي انت حاطط ايدك عليه. لو انا واقف هنا فالكوزاين بالنسبه لي الاكس، لو انا واقف هنا فالكوزاين بالنسبه لي واي اوفر ار. جميل. حلو قوي. الكوزاين الضلع اللي انا واقف عنده، اللي انا حاطط ايدي عليه، اللي انا واقف عند السيره بتاعته، هتجيب لي ايه؟ هتجيب لي الريشيو ما بين الاكس والار. آه الريشيو ما بين الاكس والار. حلو جدا. يعني مثلا لو كملنا مع كوزاين 30، وخد بالك ان كوزاين 30 لو حطها على الحاسبه هتطلع لك باين روت 3 اوفر 2. ثواني. كوزاين 30، ايوه بروت 3 اوفر 2. يعني مثلا لو انا عندي الضلع ده ب 4 زي ما انا حاطط، هيبقى ده بالنسبه لي روت 3 2 روت 3. جميل. حلو جدا حلو جدا. وخلينا بقى نستنتج شويه حاجات من هنا. انا خد بالك اللي انا في الفيديو اللي فات قلت لك، او في الكونسيبت اللي فات قلت لك ان البولار كوردينيت بيديك الار والثيتا، وانت في ايدك وانت بتطلع الاكس والواي من الموضوع ده. خد بالك انا قلت لك ان الواي بتساوي ار ساين ثيتا والاكس بتساوي ار كوزين ثيتا، وده الدليل هنا اهو. لانك مثلا لو اداك الار والثيتا، فانت لو ضربت في هنا في ار وهنا في ار هيطلع لك ان الواي فعلا بتساوي الار ساين ثيتا. ولو ضربت هنا في الار هتلاقي ان الاكس برضو بتساوي الار كوزين الثيتا. ولا سحر ولا شعوذه، صح ولا مش صح؟ صح. جميل. طب ايه هي تنسيز؟ انا جبت لك يا عم ريليشن ما بين الاكس والار، وجبت لك ريليشن ما بين الواي والار. طب مش معنى الواي والاكس؟ جميل. تان ثيتا، وخد بالك مش المجاور على المقابل، مش الاكس على الواي، المقابل البعيد عنك على القريب، الواي على الاكس، الواي على الاكس. طب انا عاوز العب معاكم لعبه. جميل. انا مثلا هنكنسل مكان الثيتا دي، ونخلي مثلا يا عم عشان ايه ما نزعلش مع بعض، نخلي مثلا دي ثيتا. حلو. جميل جدا. جميل جدا. طب لما خليت دي ثيتا ايه اللي حصل؟ يعني لو قلت لك طلع لي الساين هتبقى ايه؟ يلا، ما عاوزين ايه يعني تشغيل دماغ. الساين للثيتا اللي فوق دي هنكنسل الثيتا اللي تحت، بنقول تمام. يعني دي كده انا مش بلعب على دي، انا بلعب على الثيتا اللي فوق. الساين بتساوي الضلع اللي انا باصص له على الار، فاذا اكس على ار. والكوزاين بتساوي الضلع اللي انا حاطط ايدي عليه الواي على الار. والتان تساوي الاكس على الواي. جميل. الموضوع ما فيهوش اي لعب. وخد بالك من الساين والكوزاين والتان استنتجنا قانون فيثاغورس اللي بيقول لك ان الاكس سكوير زائد الواي سكوير كل ده بتساوي الار سكوير. الموضوع مش صعب خالص، الموضوع كويس وسهل وبسيط، بس احنا نشغل دماغنا. طب بص بقى، احنا نزود شويه عن على الريفرنس، واقول لك 3 حاجات اخرى مقلوبين للساين والكوزاين والتان. بص يا باشا، لو انا بقى عايز اجيب الريليشن بتوين الار، يعني بدل ما اقول واي على ار واقول ار على واي، هاخد حاجه اسمها الكوسيك. طب لو انا عاوز اجيب الار على اكس هاخد حاجه اسمها السيك. لو انا عايز اجيب الاكس على واي هاخد حاجه اسمها الكوتان. كوتان. تمام. وخد بالك ان ده، ان كده دي مقلوب دي، ودي مقلوب دي، ودي مقلوب دي. فاذا انا لو ضربت دي في دي هيطلع لي واحد. طب لو ضربت دي في دي هيطلع لي واحد، ولو ضربت دي في دي هيطلع لي واحد. جميل. الموضوع سهل وبسيط. آه... اخر حاجه اتكلم فيها بقى. طب لو انا بقى يا باشا معايا الريشيو ما بين الاضلاع ومحتاج اجيب الزاويه، ايه الحل؟ لو معايا الريشيو ما بين الاضلاع ومحتاج اجيب الزاويه، ايه الحل؟ هستخدم حاجه اسمها الانفيرس فانكشن. الانفيرس فانكشن فعلى الاله الحاسبه لما تيجي تعملها هتضغط شيفت وبعدها ساين، شيفت وبعدها كوساين، شيفت وبعدها تان. طب اذا هتلاقيها بتتكتب ازاي؟ تتكتب ساين باور نيجاتيف 1
ودي مش هياها 1 اوفر ساين. حلو، قلنا 1 اوفر ساين دي بتساوي الكوسيك، تمام، اللي انا كتبتها من شويه هنا. ساين انفيرس دي كده بتنطق ساين انفيرس، اللي هو يعني الانفيرس بتبدل الاكس بالواي في الفانكشن، مش هتهتم بيها دلوقتي، هنشرحها في المستقبل ان شاء الله. ساين انفيرس ليه مثلا نص، ساين انفيرس لنص يطلع لك الايه، الزاويه. انا قلت لك انا معايا الريشيو ومحتاج الزاويه، هستخدم الانفيرس فانكشن. طب ساين انفيرس لنص بكام؟ لسه قايلينها في سيرتي. جميل. طب كوزاين انفيرس، شيفت كوزاين لنص بكام؟ يطلع لك كام؟ طلع حاسبه كده وشوف، طلع لك 60. جميل. بس كده يعني احنا كده اظن دمرنا التريج، وان شاء الله يعني التريج دي بجد هتساعدك في اللعب جامد قوي جامد قوي. بس اهم حاجه تحطها في دماغك اول ما تشوف مثلث قائم، او لو مثلث منفرج وانت هتعمله قائم، يعني هتفهم في المستقبل اللي انا اقصده. بس الحاجات دي بتساعد وانت بتحل المسائل، اي مسائل عموما، الموضوع ده بيساعد جامد قوي. تمام. معلش قبل ما نبدا الكونسيبت الجديد هنحل سؤالين كده ناكد بيهم على اللي خدناه من شويه، آه ونثبت المعلومه اكتر. جميل. آه في حاجه نسيت اقولها كده في الفيديو اللي فات، أو في الكونسبت اللي فات بتاع البولار كوردينيت، الا وهو ان البولار كوردينيت لما بنيجي نكتبه بنكتبه في صوره الار، يعني قوس عادي. ما خد بالك كارتيزيان كوردينيت بنكتبه اكس وواي، البولار كوردينيت بنكتبه ار وسيتا، وفي الغالب سيتا بتبقى بحاجه اسمها الراديان. بتلاقي ان السيتا، وعشان نحول من سيتا لديجري لسيتا راديان بنضرب في، اذا سيتا ديجري معانا اهي، في باي اوفر 180 بتساوي، يا رب، تساوي الثيتا بالرات. فاذا هنا الثيتا ديجري بالديجري مضروبه في باي اوفر 180 تدينا ثيتا بالرات. جميل. عايزك تاخد بالك من بوينت كمان. انا بالنسبه لي في البولار كوردينيت سيستم، لو عملت كده وعملت كده، ادي الاكس والواي، خد بالك ان الثيتا هنا بزيرو، هنا بباي اوفر 2. باي اوفر 2 دي في الراديان مساويه ل 90 في الايه، في الديجري. هنا باي، هنا 3 باي اوفر 2، ودي مساويه برضو 270. يعني اذا ودي ممكن تعتبرها برضو في نفس الوقت 2 باي لو هي 360. جميل. فاذا هنا عندك الزاويه 0 او الزاويه 360، هنا باي اوفر 2 الزاويه 90، هنا باي الزاويه 180، هنا 3 باي اوفر 2 اللي هي الزاويه 270. جميل. خد بالك من حته كمان، استك هتفهمها ايه، اس تي سي، استك. جميل، امشيها كده استك. ده عندك الربع الاول، ده عندك الربع الثاني، ده عندك الربع الثالث، ده عندك الربع الرابع. طب استك دي يا باشا بتعبر عن ايه؟ استك دي بتعبر عن الجزء البوزيتيف من التريج بروبرتيز اللي احنا لسه واخدينها. فاذا ايه يعني اول بوزيتيف، يعني الساين والكوزاين والتان هتلاقيهم في الربع الاول بوزيتيف، بينما في الربع الثاني الساين بس هي النيجاتيف اللي هي البوزيتيف، الكوزاين والتان هتلاقيهم نيجاتيف. هنا التان بس هي اللي بوزيتيف، اذا الساين والكوزاين هنلاقيهم نيجاتيف. استك هنا الكوزاين بس هي اللي بوزيتيف، اذا التان والساين هتلاقيهم نيجاتيف. جميل. حلو قوي. انا عايزك تلقط الحاجات دي كده ايه من بص. يعني مثلا يديك مثلا زاويه اكبر من 90 واقل من 180 فور اكزامبل، يديك زاويه 100، تتوقع من دايركت كده ان عندك الزاويه في الكارتيزيان كوردينيت التاني، تتوقع كده وش ان الساين بتاعتها بوزيتيف، تتوقع ان الكوزاين نيجاتيف والتان نيجاتيف. جميل. يعني الحاجات دي مش عايزين ايه، عايزينها بالنسبه لكم تبقى لعبه عيال صغيره عشان نخش على المسائل نهجم عليها على طول. جميل. مثلا يديك التان بوزيتيف ومديك الكوزاين نيجاتيف، فاذا انت دايركت كده انت في الكارديزيان كوردينيت الثالث. تمام.
من غير تفكير. فانا عايزك تمشي معايا كده واحده واحده، واعرف طريقه الحل وافهم كده احنا بنعمل ايه، علشان يبقى المسائل بالنسبه لك لعبه صغيره. جميل. حلو. نخش بقى في المسائل. اول حاجه يا باشا، انت معاك بيقول لك انت معاك البوينت دي اللي هي نيجاتيف 3.5 ونيجاتيف 2.5 على الكارتيزيان كوردينيت. قال لك لا انا مش عايزها على الكارتيزيان كوردينيت، انا عايزك تحولها لي البولار كوردينيت. البولار كوردينيت خد بالك انا قلت لك البولار كوردينيت بيتكون من ايه؟ من ار وثيتا. بيتكون من ايه؟ من ار وثيتا. اذا اول حاجه انا هجيبها الار الا وهو الطول بتاع الفيكتور ده. جميل. خد بالك انا هعيد تاني، الار سكوير من فيثاغورس بتساوي الاكس سكوير زائد الواي سكوير. فاذا انا ممكن اجيب طول الار بكل سهوله، اعملها على الحاسبه في ثانيه، اللي هي بتساوي روت 3.5 سكوير بلس 2.5 سكوير. تديك كام يا باشا؟ ثواني. روت 74 اوفر 2. ادي الار، ادي الار. عايزك كده بقى معايا واحده واحده، عايزك معايا واحده واحده. انت تخيل الموضوع في عينك كده، تخيل الموضوع في دماغك. خد بالك انا هعمل هنا مثلث لوحده كده، فكك من القرف اللي اتعمل في الجنب ده. هعمل هنا مثلث. جميل. عندك قال لك ان ال الاكس ب 3.5. يعني مش عايزك تاخد بالك من النيجاتيف والبوزيتيف دلوقتي، انا هديك 600 طريقه حل، ما تاخدش بالك من النيجاتيف والبوزيتيف دلوقتي. الاكس عندك بكام؟ طولها مش عايز الاتجاه، طولها 3.5. طب الواي بتاعتك بكام؟ طولها 2.5. انا عارف ان هو في النيجاتيف، عارف اللي هو باص لتحت، عارف، بس انا عايز الطول. جميل. فانا بقى يا باشا انا قلت ان البولار كوردينيت محتاج ار وثيتا. انا محتاج الثيتا. الثيتا دايما بناخدها منين؟ من البوزيتيف اكس اكس. الثيتا بتاخدها منين؟ من البوزيتيف اكس اكسس. يعني لازم الثيتا تبقى جايه من الخط اللي حتى هو معلم لك الثيتا هي ماشيه لحد البتاع، بتاخدها من اول البوزيتيف اكس اكسس لحد اللي انت عايزه. جميل. طب انا التريك فانكشن اللي احنا عاوزينها دلوقتي، انا فور اكزامبل هسمي دي الفا. خد بالك ان انا عارف ان الحد هنا دي كده بباي، دي كده بباي. انا عارف لسه قايل لكم حالا، دي كده هنا عند باي اوفر 2. فانا بس انا عارف ان دي الحته دي لحد هنا بباي، فانا عاوز الحته دي. هسمي الزاويه دي وليكن الفا. انا لسه قايل ايه؟ عشان خاطر انا لسه قايل ايه؟ لسه قايل ان كوزين الفا بتساوي 2.5 3.5 على ار. طب ساين الفا 2.5 على ار. طب لو انا معايا الريشيو، لان كده كده معايا الار لسه جايبها حالا، فانا معايا فعلا الريشيو، فانا اقدر بكل سهوله اجيب الزاويه. فممكن اعملها عن طريق كوزين نيجاتيف 1، اللي هي شيفت كوزين يعني، او كوزين انفرس لايه؟ للريشيو ما بين ايه؟ الكوزين بتساوي ايه؟ الكوزين بتساوي الاكس على الار ل 3.5، والار انا لسه جايبها ومش قادر اكتبها تاني فهعملها ار. طب يا عم حط لي على الحاسبه دي، هيطلع لك الانجل بكام؟ ثواني، شيفت كوزاين 3.5. ها، تطلع لك الزاويه بحوالي 35.537. شويه حاجات كده ايه. خد بالك انا هقول لك حاجه، دي كده بالديجري. طب انا عايزها بالراديان، عايزها بالايه؟ عايزها بالراديان. جميل. يعني ايه زاويه بالراديان؟ يعني خد الديجري اضربها في باي اوفر 180. تمام. هتطلع لك حوالي 0.6 2. بس كمل انت بقى. جميل. فانا عشان اكتب عشان كده عشان احول الار دي لبولار كوردينيت، هتبقى بالنسبه لي اللي هي ار اللي هي روت 74 اوفر 2 و 0.6 2 رات. جميل. حلو قوي، حلو قوي، جميل جدا. انا عايزك تشغل دماغك معايا برضه، انا عايزك تشغل دماغك معايا برضه. كون ان الاكس، انا هحللك بطريقه تانية خالص. تمام. ثواني، امسح بس الكلام ده. كون ان الاكس والواي نيجاتيف، فانت طبيعي انت عارف انك في الربع الثالث. طبيعي انك عارف انك في الربع الثالث. كون ان الاكس بوزيتيف
والواي نيجاتيف فانت عارف انك في الربع الرابع، اكس وواي بوزيتيف فانت عارف ان الربع الاول، واي بوزيتيف والاكس نيجاتيف فانت عارف انك في الربع الثاني. خلي الكورتيزيان كوردينيت مرسوم في دماغك. تمام، انا عارف المعلومه دي. طب بما انك عارف انك في الربع الثالث، فانت عارف ان الزاويه ما بين باي ل 3 باي اوفر 2، ثواني، ما بين كام؟ ما بين باي ل 3 باي اوفر 2، ما بين 180 الى 270. وام سو سوري انا كتبت الزاويه، انا كان المفروض الزاويه مش عارف طلعت 30 ولا حاجه كام. ثانيه واحده، الزاويه كانت طالعه 35، كان المفروض نجمعها على 180 علشان نجيب الانجل كلها. انا اسف حطيت الانجل دي بس. تمام. فانت عارف ان الزاويه ما بين ال 180 وال 270. جميل يا عم، جميل جدا. طب انا ركز معايا. انت دلوقتي معاك الاكس ومعاك الواي، وعارف ان تان سيتا بتساوي كام؟ بتساوي على اكس. حلو. فانت عايزك تعمل معايا كده شيفت تان واي على اكس، شيفت تان واي على اكس اللي هي ب 2.5 على 3.5، هتطلع لك الزاويه برضو. خد بالك طلعت لك سيتا بكام؟ 35.5 3 7. انا عايز منك خدمه بجد، عايزك تدخل لي دي بعد ما تزود عليها 180 تعمل لها كوزين تاني. انا مش عارف 180 مكتوب كده ليه، بس انت فهمتني يعني. اعمل لها تاني. حلو، دخلها في التان تاني. وصدقني اللي عايز اقوله لك ان هي هتطلع لك بنفس الريشيو بتاعت الضلع، اللي هتطلع كام؟ تطلع 2.5 على 3.5. سبحان الله، سبحان الله. ليه؟ 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 هقول لك انا ليه. لانك يا باشا اما عملت تان واي على اكس، خد بالك ان النيجاتيف كنسلت النيجاتيف، يعني بقت بالنسبه لك تان بدل ما هي يعني نيجاتيف 2.5 على نيجاتيف 3.5 هي 2.5 على 3.5. فانت الاله الحاسبه عندك اعتبرت انك بتتعامل مع فيكتور بالمنظر ده كده، المنظر ده كده. جميل. وجابت لك السيتا دي، وخد بالك ماس وش السيتا دي هي السيتا دي، هي السيتا دي. جميل. انت فاهمني ولا مش فاهمني؟ يعني انا بالنسبه لي لو حاجه عامله زي الاكس كده، عندك الالفا دي هي الالفا دي، احنا اظن كلنا عارفين المعلومه دي. فالثيتا دي هي الثيتا دي، ومعاك 180، فاذا 180 زائد ال 35 هياها تطلع نفس الناتج بالظبط يعني. جميل، حلو قوي. في 600 طريقه للحل، وانا هعمل فيديو للتريج منفصل نبدا نلعب فيه ونفهم فيه كل حاجه تبع التريج والمواضيع بتاعتها، المواويل بتاعتها، عشان بجد البتاع دي انت ممكن تلعب بيها في اي حته، سواء ماس او فيزيكس، اي حاجه تلعب بالتريج. يعني التريج بتسهل مسائل كتير قوي لو انت مش عارف الفكره بتاعتها. تمام. فاحنا كده خلصنا البارت ايه، خلصنا بارت ايه. طب خلينا نخش على بارت بي، واللي بيقول لك كونفيرت الار والثيتا، مديك بولار كوردينيت اهو، عاوزك تحوله لريكتانجلر كوردينيت. خد بالك، عايزك تفهم معايا. الانجل بتاعتي كام؟ 37 ونص، يعني الانجل بتوين الزيرو وال90. صح. يعني انا مستني ان هي تبقى في الربع الايه؟ الربع الاول، صح. يعني الاكس بوزيتيف والواي ايه؟ بوزيتيف بس. هل الموضوع صعب؟ ايه هو الريكتانجلر كوردينيت؟ هو الكارديزيان كوردينيت. جميل يا عم، حلو قوي. الدنيا بسيطة والدنيا حلوة، واحنا عارفين ان عارفين ايه بالظبط؟ عارفين ان الاكس بتساوي الار كوزين الثيتا، وعارفين ان الواي بتساوي الار ساين الثيتا. فانت بالنسبة لك على الآلة الحاسبة بتاعتك كده زي الباشا، خش تعملها لي وطلع لي الناتج. جميل، انا مش هنضيع وقت فيها وخلينا يلا نحاول في السؤال. جميل. قال لك ان واحد بيحاول يقيس الطول بتاع بيلدينج، وواقف هنا بيضرب بيم اوف لايت او فتح كشاف يعني، وصل معاه لحد اخر البيلدنج عند زاويه 39. جميل. دي فايده الفيزيكس بقى. يعني انا مش بجيب متر عشان اقيس مثلا برج طوله وليكن كام كيلو متر مثلا، ولا 700 متر مثلا. مش فاضي انا اجيب متر واقعد اعمل الكلام ده. هو جاب بيمو فلايت، قال لك انا هجيب كشاف، هجيب ليزر،
وانور لاخر بند واقيس الزاويه مع الهوريزونتال. حلو قوي، جميل جدا. فكر معايا ايه المعطيات اللي عندك، ايه الدنيا اللي هو مديها لك. هو مديك يا باشا انجل ب 39 ومديك اكس اكسس ب 46. ياه على الجمدان. انا معايا رايت انجل تراينجل، ومعايا انجل، ومعايا دولار. اعرف اجيب كل حاجه بقى، صدقني. هو عايز ايه؟ عايز الهايت بتاع البيلدينج، يعني عايز الواي. تمام. الواي دي بتيجي ازاي؟ انا عايزك تفكر كده بطريقه ايه ناس بتفهم. ايه التريج ريليشن اللي بتربط معايا الثيتا بالاكس بالواي؟ فكر فيه، لسه واخدينها حالا. تان ثيتا، جمالها. اذا تان 39، انا اسف على الخط الخرا ده. تان 39 بتساوي كام؟ بتساوي الواي على الاكس. الواي احنا عايزينها، الاكس معايا 46. اذا خد بالك يا باشا ان الواي تساوي 46، يعني 46 تايمز تان للرقم اللي هو 39. شفت الدنيا حلوة ازاي؟ الدنيا حلوة، بس انت حب الفيزياء كده. تطلع لك الناتج تان 39. الناتج يطلع لك 37. so sorry 37.25. 37 وربع يعني. حلو يا رجالة، بس خد بالك انت سؤالك مخلصش كده. انا وقعت في نفس الفخ اللي وقعت فيه من شوية. انت جينا ما جبتش طول البيلدينج، انت جبت الطول من اول البيم اوف لايت لحد اعلى البيلدينج. يعني انت جبت الحته دي، فاضل لك الحته دي اللي هو مديها لك اصلا. قال لك طول الواد بكام؟ ب 2 متر. فاذا انت تجمع دي على 2 متر هتديك 39. اذا كده في الاخر اللينس بتاع البيلدينج هيساوي كام يا باشا؟ الدنيا حلوه، 39 وربع بوينت 2 5. ايه رايكم؟ الدنيا حلوه، الدنيا جميل. خلصنا. المطلوب ايه؟ عاوز بي. calculate the length of the light. بي عايز الايه؟ عايز الار. الدنيا حلوه والدنيا سهله كده وفرفشه ونعنشه. انت جبت الواي، جبت الواي. في طريقتين هجيب لك بيهم الار، وانت شوف اللي يريحك. جميل. اول طريقه مش هستخدم الواي. اول طريقه مش هستخدم الواي. طب استخدم اللي هو مديهولنا على طول. جميل. طب ايه اللي هو مديهولنا على طول؟ زاويه واكس. طب خد بالك هنفكر فيها من جديد. ايه الريليشن اللي بتربط ما بين سيتا واكس وار في الرايت انجل ترانجل او مثلث القائم؟ ايه الريليشن؟ الساين. الساين. صح ولا مش صح؟ الكوساين قصدي. الكوساين بتاعة ال39 زي اللي هو مديها لك بتساوي الاكس اللي هي 46. انا اسف على الخط على الار. فاذا انت هتجيب منها الار، اذا الار بتساوي 46 على كوزين الزاوية. على كوزين الزاوية. جميل. شوف الناتج هيطلع كام معاك. طب ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية انا جبت دلتا واي يا باشا، يعني انت معاك فيثاغورس على طول. اذا الار بتساوي روت اكس زائد واي، روت اكس سكوير قصدي، زائد واي سكوير. يعني ولا شحر ولا شعوذة يعني، موضوع بسيط جدا. سو سوري على الخط ده، سو سوري. جميل جدا يا شبابنا. بس كده ادي اول شفتوا صعوبة الأسئلة، شفت التفكير. يعني أنا عايزكم كده تحبوا المادة وهي هتمشي فيها عادي. آخر حاجة في الشابتر، بس الصراحة يعني الكونسبت ده بكل الكونسبتات اللي فاتت، سواء في الصعوبة سواء في الأهمية، في كل حاجة. بس حلاوته إن هو هيتشرح مرة واحدة، وهتلاقي ابلكيشنز عليه من أول فيزيكس لآخر. حلو جدا. ألا وهو الفيكتورز، وسمعناه قبل كده كذا مرة. والمتجهات اللي هو المتجهات يعني، وكان الغالب بيهمله معرفش ليه، مع إنه
من اهم الكونسبتات اصلا، ولن لم يكن اهمها يعني في الفيزيكس، لانه بيعتمد على البوزيشنز، بيعتمد على الكوانتيتي، بيعتمد على الدايركشن، بيعتمد على حاجات كتير قوي يعني داخل في كل حاجه يعني من الاخر. جميل. حلو يا رجاله. طب يلا بس نبدا بانترو خفيفه كده على الفيكتور. البار ده هيطول معانا جدا، فاعمل لك كوبايه شاي وتعالى لي بقى. الكوانتيتيز عندي بيتقسم لنوعين. حلو. لا سكيلر كوانتيتي وهنعتمد ان هي باس، وفيكتور كوانتيتي. تمام. عشان بس عشان السبيلنج سكيلر والفيكتور كوانتيتي. جميل. السكيلر كوانتيتي دي كوانتيتي انا بعبر عنها برقم، بعبر عنها برقم. موضوع سهل وبسيط. التمبريتشر، واحد يقول لك ان التمبريتشر بتاعتك كام يا باشا؟ 35 سيلسيوس. جميل. ها، ديجري سيلسيوس. فور اكزامبل لما اقول لك يا عم الماس، كتلة حاجة مثلا، بمعنى بقول لك الماس تقول لي 5 كيلو جرام. انا كده تعريفي اكتمل، يعني انا مش محتاج اعرف حاجه اكتر من كده. انا بسالك الماس بتاعتك كام، قلت لي 5 كيلو جرام، خلاص يا باشا. جميل. دي كده السكيلر كوانتيتي. في منها كتير، في منها السبيد، في منها مثلا السبيد دي اللي هي السرعه. تمام. في منها في كتير، في اللينس بتاع الحاجه، في كتير قوي يعني سكيلر كوانتيتي كتير. جميل. بينما الفيكتور كوانتيتي لما اقول لك الاكسلريشن، اي العجله. جميل. وسمعنا عنها اكيد الاكسلريشن. ويا ريت مش عاوزين نفهم الكونسبت كده انجلش، ناخده انجلش، نخزنه انجلش، عشان كده كده انت داخل جامعه يعني. فاهمني؟ الاكسلريشن، لو قلت لك الاكسلريشن بتاعتك كام، تقول لي 5 متر بير سكند سكوير فور اكزامبل. طب بص يا باشا، يعني على كده تعريفك اكتمل؟ فكر فيها بالراحه. اكيد لا. طب ليه؟ ما تسرعش ليه؟ لانك ما قلتليش 5 في اي اتجاه. مثلا انا ماشي في فيلوستي مثلا للدايركشن ده، فلو الخمسه بتاعت الاكسلريشن في نفس الدايركشن فانا كده بزود السرعه. طب لو الخمسه في عكس الدايركشن فانا كده بقلل السرعه. طب لو الخمسه في الدايركشن غير دايركشن الحركه فانا بزودها بس مش بنفس المقدار. جميل. ده اللي عايز افهمه لك، ان الفيكتور كوانتيتي مش هقدر بس اعتمد على رقم، انا محتاج دايركشن عشان اخد يعني تعريف كامل للكوانتيتي بتاعتي. جميل. طب الفيكتور كوانتيتي فيها لعب كتير قوي، وفيها طرق كتير تمثلها دي، وفيها كل حاجة انت هتحبها لو تمرست فيها يعني. وعايزك زي الجدع كده تبدأ تفرق لي بين كذا حاجة، يعني فاهمني؟ خد الألفاظ بالإنجلش. تمام. عايزك تفرق لي بين السبيد والفيلوسيتي، الاتنين معناهم السرعة، بس دي سكيلر كوانتيتي مش مهتم بالدايركشن، دي فيكتور كوانتيتي مهتم بالدايركشن. عايزك تفرق لي بين الديستانس اللي هي ساعات بيعبر عنها باس برضه، والديسبليسمنت. ام سو سوري. الديستانس الا وهي اطول طريق انا اخدته، الديسبليسمنت اقصر طريق انا هاخده عشان اوصل من بوينت لبوينت. جميل. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الديستانس سكيلر كوانتيتي، الديسبليسمنت فيكتور كوانتيتي. طب بص هوضح لك اكتر. انا ماشي عايز اتنقل من النقطه دي للنقطه دي، تمام، من A ل B. عندك محمد مثلا جه مشي كده وبعدين طلع كده. افترض الرسمه مظبوطه يعني. ماشي. هنا قال لك دي 3 سم ودي 4 سم. قال لك الديستانس بتاعتي كام يا باشا؟ الديستانس بتاعتي 3 زائد 4 7. بينما الديسبيسمنت بتاعتي بتساوي اقصر مسافه من البوينت اللي هو الوتر بتاع المثلث 3 و4 5 من فيثاغورس. تمام. دي فيكتور كوانتيتي، دي سكيلر كوانتيتي. دي انا مهتم بالدايركشن ولازم تقول لي انا طلعت من سيتا كذا تبعا لاي ضلع مثلا، او سيتا كذا تبعا للاكس اكسس. ودي لا، انا مش مهتم بالدايركشن. انت قلت لي انا مشيت 7 متر، انا مهتم منين؟ لا مش مهتم. تمام. الموضوع ده محتاج بقى ايه؟ واحد دماغه رايقه كده. الفيكتور كوانتيتي
ما عملوهاش على الفاضي. الفيكتور كوانتيتي عليها برضو اوبريشنز اديشن سبتراكشن جمع طرح ضرب اسمه، بس غير كليا السكيلر كوانتيتي. السكيلر كوانتيتي حاجه بسيطه، تقول لك 3 زائد 2 ب5. بس هل في في الفيكتور كوانتيتي الفيكتور الماجنتيود بتاع 3 زائد الفيكتور الماجنتيود بتاع 2 لازم يطلع 5؟ مفيش حاجه اسمها كده يا باشا، مفيش حاجه اسمها كده يا باشا. فاحنا خلينا حلوين بقى ونفهم مع بعض، ناخد الاديشن بعيد عن الخط والسبتراكشن بتاع الفيكتورز. جميل. بمعنى ان انا لو عندي 2 فيكتورز او 3 فيكتور او 20 فيكتور، اجمعهم ازاي واطرحهم ازاي؟ فيثر واي مش متعمق، كاتب لك الطريقه الجرافيكالي او طريقه الرسم بس احنا هنتعمق وناخد كل حاجه عشان ايه؟ نستريح مع بعض بقيه الايه؟ المشوار. جميل. انا يا عم الحاج عندي فيكتور اهو، فيكتور A. واهم حاجه بقى خليك ذكي وانت بتتعامل مع الفيكتورز. بمعنى ان عايز اقول لك بروبرتي حلوه جدا في الفيكتورز، ان الفيكتور A مثلا والفيكتور B والفيكتور C والفيكتور D لو كلهم باصين لنفس الاتجاه وكلهم عندهم نفس الماجنتيود، فانت معاك نفس الفيكتور، يعني كل دول ايكوفالنت لبعض. جميل. فانا عايز اوصلك لحاجه برضو، عايز اوصلك انك ممكن تنقل الفيكتور ان سبيس يعني وما تاثرش باي حاجه عادي، يعني هيفضل هو. يعني انا الفيكتور A ده ممكن اشيله احطه هنا لتسهيل عمليه الاديشن والسبتراكشن، بس لازم مع المحافظه على الماجنتيود والدايركشن. تمام. واي فيكتور ليه تيل وليه هيد، ليه تيل يعني ديل وليه هيد يعني راس، عامل زي السهم بتاع الرمح كده، السهم كده، فاهمني؟ جميل جدا. فانا قلت لك انا عندي فيكتور ايه يا عم اهو، يا عم ماشي هنرسم، خلينا في المعدول ده. تمام. وهديك فيكتور تاني اسمه فيكتور بي. جميل. وليكن هنعمله باصص في الدايركشن ده كده، بي. ايه الحلاوه دي، روعه يا عم. جميل جدا. فيكتور A وفيكتور B، عاوز اعمل اديشن للفيكتورين، ايه اللي هيحصل؟ الموضوع سهل جدا، هتشيل فيكتور B، او في كذا ميثود. تمام. احنا هناخد جرافيكالي الاول وبعدين نبدا ناخد التطبيق بقى اللي هو بالنمبرز بقى. جميل. فاحنا لو جينا ناخدها في جرافيكالي يا باشا، هنتبع طريقه هيد تيل ميثود. هيد للتيل ميثود، بمعنى هنجيب الهيد بتاع اي واحد نلزقه في التيل بتاع التاني. فاحنا اسهل لنا ان احنا نجيب مثلا الهيد بتاع ايه نلزقه في التيل بتاع بي. ادي اول حاجه نعملها. تمام. هل انا غيرت الفيكتور؟ لا، نقلت مكانه. تمام، شلته كده من هنا حطيته هنا. طب يا باشا وبعدين يا باشا، إيه اللي ممكن يحصل بعدها؟ اللي ممكن يحصل بعدها مش ممكن يحصل اي حاجه. عاوز تجمع بقى، هات من التيل للهيد، وكده بالنسبه لك ده الدايركشن بتاع A بلس B. جميل. ودي قلنا الميثود بتاعت الهيد تيل ميثود. جميل. حلو جدا. طب في طريقه تانية، في طريقه تانية. انا زي ما قلت لك من شويه عندي البي اهو، هات الاثنين كده الزقهم في بعض، ودي اللي اسمها باراليلوجرام ميثود، واللي انت بتكمل بيه شكل يعتبر باراليلوجرام. جميل. فور اكزامبل انا هجيب البي اهو هلزقه في التيل بتاعته. مش فارقه بقى، ماشي. فانا هكمل كده معايا باراليلوجرام اهو اهو. ها. حلو جدا. الاديشن بتاعهم ده بي تمام. الاديشن بتاعهم هيبقى الوتر بتاع الباراليلوجرام. جميل. ده ايه بلس بي. شفت يا عم الدنيا حلوه ازاي؟ جميل جدا، جميل جدا، والله ما في احسن من كده. خدنا 2 ميثود جرافيكالي. الجرافيكالي لسه ما اتعاملتش مع الماجنتيود لحد دلوقتي، ما عملتش مع ارقام، انا سايبها براحتي. ماشي. ننقل على اللي بعد، السبتراكشن. نعرف الاول ايه معنى كلمه نيجاتيف فيكتور. انا عايز اقول لك ان مثلا ايه ماينس الايه طبيعي يكون بزيرو.
فانا عايزك تشغل دماغك كده، عايزك تشغل دماغك كده، تمام؟ او انا هديها لك من منظور تشغل في دماغك احسن. الايه بلس البي، وعلى فكره السهم فوق ده بيدل على علامه الفيكتور، تمام؟ بيساوي زيرو. وانا يا باشا اديتك الايه، ادي الايه قدامك اهو، تمام؟ 5 ثواني كده معاك تفكر. البي لو جيت ارسمه دايركشن هيبقى في اي دايركشن، والماجنتيود بتاعه عامل ازاي؟ جميل. فكر فيها، فكر في موضوع سهل، سهل جدا كمان بتاعتك. بص يا باشا، هنقدم كونسبت جديد حالا اسمه النيجاتيف فيكتور. النيجاتيف فيكتور عشان ال A بلس ال B بتساوي زيرو لازم يكون الاتنين في عكس الاتجاه بالظبط. بمعنى اهو، بمعنى تاني ثواني عشان نخلي الرسمة واضحة أكتر. أهو أنا دلوقتي لو جيت أجمع دول على بعض مش هعرف. ليه؟ ليه؟ لأنك، طب استنى بس ثواني، احنا قلنا الاتنين في عكس الاتجاه. يعني ايه في عكس الاتجاه؟ يعني ما بينهم انجل اسمها 180 درجة وش كده. يعني ده باصص في حتة وده باصص في الناحية العكسية بتاعته، تمام؟ انت عارف اما اقول لك واحد على اللاين بتاع على الاكس اكسس مثلا، عندك زيرو اهو، وده الواي اكسس. لو اقول لك واحد وهنا سالب واحد، لو جيت تجمع الاتنين على بعض هتلاقيهم كنسلوا، صح؟ بس كده، موضوع بسيط جدا. والشرط التاني احنا قلنا ان هما لازم يكونوا ما بينهم 180 درجة. الشرط التاني ان الماجنتيود او القيمة بتاعت الايه لازم تساوي. يعني ايه ماجنتيود، او ازاي بنعبر عن الماجنتيود؟ بنعبر عن الماجنتيود عن طريق حاجة اسمها الابسولوت فاليو، زي الابسولوت فاليو كده بالظبط. اذا الماجنتيود ايه لازم يساوي ماجنتيود بي. والشرط التاني الدايركشن. جميل، لازم الاتنين دول يكونوا متحققين علشان نطلع الزيرو فيكتور. الزيرو فيكتور، جميل. طب افهمني افهمني افهمني. احنا كده لو اتحقق معانا الشرطين دول طلعنا، قلنا كده ان في كونسبت كتير خدناه، تفكرني كده اسمه ايه؟ اسمه النيجاتيف فيكتور. وخد بالك ان كده بي نيجاتيف فيكتور لايه؟ يعني الايه او بي، يعني ادي البي تساوي نيجاتيف للايه، صح كده؟ جميل جدا. هينقلنا لحته تانية، هينقلنا لجزء تاني اسمه الايه؟ السبتراكشن، تمام؟ البتاع ده رمانا على ايه؟ على السبتراكشن، الا وهو الطرح. جميل يا رجاله، حلو قوي. فانا دلوقتي لو اديتك اتنين فيكتور، اديتك ايه زي ما احنا كنا واخدين مثلا، واديتك بي زي ما احنا كنا واخدين، يعني انا اسف، واديتك بي زي ما احنا كنا واخدينه هنا اهو، جميل. بس المره دي بقى مش هقول لك ايه بلس بي والكلام الفارغ ده، لا هقول لك كلام فارغ برضو زيه عادي. هقول لك ايه ماينس بي تساوي كام بقى يا رجاله؟ موضوع بسيط وسهل يعني، مفيهوش اي حاجه. انا عشان ابسط لك الدنيا هعمل لك ايه؟ هحولها لك، اخليك شكلها تاني خالص. هعملها لك ايه بلس نيجاتيف بي. هل هي وبشده كمان. النيجاتيف فيكتور لسه واخدينه هو ايه؟ هو الفيكتور اللي في عكس الاتجاه وبنفس المقدار او الماجنتيود، جميل. فاحنا اذا ده بالنسبه لي بقى نيجاتيف بي، صح كده؟ نتبع الميثود اللي انت عايزها، بس انا بفضل الهيد تيل ميثود. جميل يا عم، حلو قوي. هنقل الايه هنا اهوت، وهجيب النيجاتيف بي الزقه فيه، بس كده. شفت الدنيا حلوه ازاي؟ وبعدين اطلع لك الايه ماينس بي اهو، اهو، اهو يا عم، ادي الايه، ادي ماينس ادي البي. بس شفت الدنيا جميله ازاي؟ طب لا باشا، انا عايز ايه بلس بي، عايز ايه بلس بي. اعملوا لي على البتاع ده كده، اعملوا لي على المنظر ده. انا عندي البي كان شكلها عامل ازاي؟ البي كان شكلها عامل ازاي؟ ادي الايه وادي البي. هنتبع الميثود بتاعة الهيد والتيل، هنجيب البي اهو، اهو، صح كده؟ اه صح كده عادي. إيه.
وبس خلاص. ادي ال A بلس B، ادي ال A. هو انت بيعمل كده ليه؟ مش عارف. ادي ال A بلس ال B. وخد بالك انا ده كله بتعامل جرافيكالي، انا بتابع منهج سروية عادي، بس هتقل عليكم كمان شويه يعني. في نفس الفيديو ده احنا هناخد الموضوع برضو ايه، هناخد امثله بارقام يعني. تمام، مش هنسيبها كده بس. وكده يعني احنا كده خلصنا الجرافيكالي في الاديشن والسبتراكشن. تمام. وخلينا ننتقل لبارت في غايه الاهميه ونفصل كده عن الاوبريشنز. ننتقل ازاي فعلا نكتب او نمثل فيكتور. كل اللي احنا خدناه منظر، يعني خدنا ايه وقلنا لك، قلت لك يا باشا ده فيكتور عشان عليه سهم فوق كده عشان بحدد دايركشن وبتاع. طب فعلا ازاي نكتب الفيكتورز؟ تمام. انا مثلا عندي ايه اهو، وعندي ماجنتيود بتاعه وليكن 5، وعندي مثلا السيرة بتاعته مع الهوريزونتال. انا ممكن ادولك باكتر من 100 يعني ب 600 طريقه هادي يعني. وعندي سي دي مثلا سيتا وليكن، هنفترض ان دي عشان نسهل العمليه شويه دي ب6 ودي ب30. جميل. فانا بالنسبه لي اول طريقه علشان اكتب الفيكتور بتاعي عن طريق البولار فورم، وافترض اعتبرها بي. تمام. بولار فورم اللي احنا لسه خدناها بتتمثل بايه؟ بتتمثل بار وسيتا وذ اكس وذ بوزيتيف اكس اكسس، واللي هي المفروض تتكتب بالراديان بس هنخليها سيرتي عادي. تمام. يعني احنا دلوقتي هنجيب الفيكتور بتاعنا ده، احط على الكارتيزيان كوردينيت كده اهو، ويبقى التيل بتاعه عند البوينت 0 0، وادي الفيكتور بتاعي. كده انا مثلته بالبولر كوردينيت. جميل. فكوكم من الخط اللي اتعمل ده. حلو قوي حلو قوي. لسه ده اول طريقه. تاني طريقه ممكن امثل بيها الفيكتور بتاعي عن طريق الكارتيزيان كوردينيت او الريكتانجلر كوردينيت، واللي هي بنكتب الاكس وواي، اكس وواي اكس وواي. جميل. فاذا انا بالنسبه لي دي ب30، هننزل الاكس، اذا الواي دي كده طلع 6، اذا دي كده الواي بكام؟ ب3، والاكس ب6 كوزين 60، تطلع لك 6 كوزين 30 قصدي، ام سوري، تطلع لك ب 3 روت 3. ادي تاني طريقه امثل بيها الفيكتور، اللي هو اذا الفيكتور بتاعي ده هو 3 روت 3 و3. جميل. تاني طريقه. تالت طريقة يا باشمهندس هي انك تمثله عن طريق حاجة اسمها اليونت فيكتور. يعني ايه يونت فيكتور؟ يعني فيكتور في اتجاه معين انت بتحدده الماجنتيود بتاعه 1. تمام. يونت فيكتور. والمتحددين عندنا 3: اي جي كي. اي جي كي ده، الاي بالنسبة لي هو يونت فيكتور في اتجاه الاكس مقداره 1، الجي يونت فيكتور في مقدار الواي مقداره 1، الكي يونت فيكتور في مقدار الزد في البلين بتاع قول معايا في الخط بتاع الزد ومقداره 1. طب انا بالنسبه لي برضو بعمله ازاي؟ مثلا الفيكتور قدامي ده قلنا الاكس بتاعته 3 روت 3، اذا 3 روت 3 اه، حط فيها طاقية كده او سهم زي ما انت، او علامة او شرط زي ما انت عايز. وزائد 3 جي زائد، هل انا عامله لك ان في كي؟ لا، يبقى 0 كي. فاذا ممكن تكنسلها ما تكتبهاش اصلا عادي، بس عشان بس نبقى عارفين ايه المعلومه. جميل. الموضوع بسيط. 3 طرق في غايه الاهميه تعرف ازاي تكتب بيهم فيكتور، ودول مش مكتوبين في سروية اصلا. تمام. اعرفهم لنفسك لانهم كده كده اساسيات يعني. عرفنا ازاي نكتب الفيكتور، فدعنا بقى كده نتجه للايه، للجمع الحسابي فعلا، بدل ما احنا قاعدين نكتب ونرسم ونقول لك جرافيكلي وبتاع، لانك مش هتستخدم الجرافيكلي غالبا. تمام. خلينا نتجه للجمع فعلا بقى، بحاول حقيقي. بص يا باشا، عايز اديك فيكتور اهو ايه، وقلت لك ده 3 و1. يعني ايه 3 و1؟ يعني الاكس كومبوننت بتاعه ب3 والواي كومبوننت بتاعه بكام؟ ب1. طب واديتك فيكتور ب، هو اللي بيحصل؟ طيب. اديتك فيكتور ب، وقلت لك مثلا ان هو بعيد عن شكل الرسمه مثلا يا عم،
هو هو 5 وكام و8 مثلا. دي اسهل طريقه للجمع. اذا ان بالنسبه لي دلوقتي الاكس بتاعه ب5 واديتك فيكتور سي، ماشي انا مفتكر معاك، هو يا عم بكام؟ مثلا -8 وزيرو. جميل. انا عايزك تجمع لي الفيكتورات دي. اذا انا عايز فيكتور A بلس البي، بعيدا عن ان هي عامله شكل الفي، ماشي، بلس السي. الموضوع صعب؟ لا بس صعب خالص. اجمع لي الاكسات يلا. 3 و5 8 ناقص 8 0. طب اجمع لي الوايات بسرعه كده. 1 و0 و8 9. طب الفيكتور بتاع شكله عامل ازاي؟ شكله في الواي اكسس مقداره 9. اذا الفيكتورات كنسلت في الاكس وطلعت لي في الواي. ده كده اول طريقه للسمشن. ودي كده لو مديك يعتبر ايه كل حاجه، يعني اللي هو مش سايبك يعني، فاهمني؟ السبتراكشنز كذلك، يعني مثلا لو قال لك a ماينس b هتبقى 3 ماينس 5 بلس 1 ماينس 8. جميل. طب بص، ركز معايا. لو انا سبت لك كل الكلام ده واديته لك بطريقه مش هتعجبك شويه، اللي هو ازاي يعني؟ هقول لك اهو. قلت لك ان ايه قلت لك ان ايه فور اكزامبل بكام؟ مثلا ب6، وهنا باي اوفر 3. وخد بالك باي اوفر 3 دي زاويه بس بالراديان اللي هي ب60 يعني. تمام. وقلت لك مثلا خد مني بي ب5، ومثلا قول معايا باي اوفر 2. جميل. طب يا باشا نعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا ما قلتلكش دي ايه؟ انا قلت لك دي بولار كوردينيت، صح؟ صح. حلو قوي. فكر كده هتعمل ايه؟ كل واحد من دول تطلع له الاكس والواي بتاعته. جميل. انا ما اعرفش اجمع او سبتراكت اني فيكتور without knowing its components. تمام يا حبيبي؟ حلو فل قوي. الايه الاكس بتاعتها بكام؟ 6 كوزين 60، اللي احنا ايه لسه كاتبين الطريقه بتاعتها. حلو. سرعه الخط يعني اعتبرها كوزين. والواي بتاعتها كام؟ 6 ساين 60. خد بالك ان انا قلت لك ان البي 5 وباي اوفر 2، يعني هو اصلا مرسومه في الواي من الاخر يعني. ماشي. باي اوفر 2 دي يعني بص لفوق كده، يعني اصلا الاكس بتاعته بزيرو والواي بتاعته بكام؟ كلها هي ب5. جميل. حلو جدا. إيه. خلاص المساله بتاعتي خلصت. اذا الاكس بتاعتي الجديده تطلع لك بكام؟ 6 كوزين 60، اللي انت سايبها لوحدها دي، اللي هي 6 كوزين 60 صح؟ دي الاكس الجديده لان مفيش اصلا كومبوننت اكس جديد. فاذا هي 3 و 6 ساين 60 بلس 5، واللي هتطلع ثواني. تطلع يا رجاله بحوالي 10.2 كده. تمام. هل الموضوع صعب؟ موضوع في غايه السهوله يا جدعان والله، بس احنا اللي مكبرين الدنيا يعني. ادي تاني طريق. ادي ايه؟ تاني طريق. يجي لك الباشا ولا ما يستعملش البويا كوردينيت ويديها لك على الرسمه، هل تسكت له؟ اكيد لا يعني، مش هنسيبه يعني. مثلا يا عم هعلى بيك بالليفل شويه، هعلى بيك بالليفل حبتين. اقول لك انا عندي 4 فيكتورز متمثلين بمربع. تمام. يلا ارسم لي كده. 1 2 3 4. عايز حد كده بيفهم، حد بايه بيفهم. 4 فيكتور متمثلين بمربع. يعني ايه متمثلين بمربع؟ يعني كده كده الماجنتيود بتاعتهم كلها قد بعضها. فاذا يا باشا الاكس عندي اهو، والواي عندي اهو. افترض ان عندك دي الاوريجن يا عم اهو. يا عم افترض ان اللاين البلين بتاعك انا عملته لك اهو. حتى مش لازم تعمله يعني، انت ممكن تشغل دماغك حبتين ثلاثه يعني. بس يا عم الاكس هتكنسل الاكس اللي فوق، والواي هتكنسل الواي اللي فوق. انت كده عملت لي السميشن بتاعتهم. اذا مثلا مش عارف الفيكتورز بكام؟ زيرو. شفت الموضوع سهل ازاي؟ طب بص هعمل معاك بقى بالليفل حبتين ثلاثه.
ومش هحلها عشان الموضوع ياخد وقت شويه. لو قلت لك عندي مثلا ريجولار هيكسون. جميل. يعني ايه هيكسجون يا رجاله؟ يعني بتاع 6 اضلاع. اسف على الرسمه المعوقه دي. متمثل عليه فيكتورز. اوف، مش هتظبط شكلها كده. يعني اظن انت فهمتوا الموضوع. ريجولار هيكسجون، بعيدا عن الخطوط اللي طالعه ولا نازله دي اهو. يعني متمثل عليه فيكتورز على اضلاعه، بس الفيكتورز دي مش متساويه. همشي معاك ان مثلا ده كلهم ماشيين في نفس الدايركشن عادي، ماشي عشان ايه ما نسيبش بعض. همشي معاك ان ده مثلا ب2، ده ب3، ده ب5، ده ب6، ده ب7، ده ب10. حاول فيها، حاول فيها عشان مش قادر احل الصراحه. يعني شوف كده الانجل بتاعت الهكساجون من جوه بكام، وطلع لكل واحد الاكس والواي وابدا يجمع، لان انا عارف الموضوع ممل بس يعني يستاهل. تمام، حلو قوي كده. طب انا عايز اسال سؤال جميل. لو انا دلوقتي يا رجال قلت انا معايا فيكتور جميل، متمثل مثلا ببوينت 3 و4، هل في حد فيكم يعرف يطلع لي الماجنتيود بتاعه؟ اظن الدنيا مش ايه، مش بالصعوبه دي. جميل. الماجنتيود بمعنى طوله قد ايه. الدنيا مش بس. تخيل كده البلين مرسوم معاك، ياه ايه الجمال ده. معاك واحد كده، معاك لاين هنا لحد 3 وهنا لحد 4، والبتاع مرسوم اهو. كل اللي عايز افهمهولك ان هنا الاكس ب3 وهنا الواي ب4. اذا من فيثاغورس 5. شفت يا حبيبي؟ يعني اذا الماجنتيود بتاع فيكتور ايه بتساوي روت. خد بالك الابسولوت فاليو دي معنى الماجنتيود مش معناها ابسولوت فاليو، يعني ماشي. الاكس سكوير زائد الواي سكوير، ولو اداك بلين في زد زائد زد سكوير. ولا سحر ولا شعوذه يا رجاله والله. تمام، ولا سحر ولا شعوذه يعني. والله انا حاسس ان انتوا قرأتهم، بس يعني ما عادش فاضل حاجه غير المالتيبليكيشن، ويعني ايه نخلصها كده على السريع. هي اصعب حته بقى في الجزء دوت، فايه لو خلصنا منها فخلاص كده الشابتر بتاعنا انتهى. المالتيبليكيشن بتاع الفيكتورز نوعين. نوعين نوعين، والفرق ما بينهم فرق جوهري. جميل، فرق جوهري. اول حاجه اسمه دوت برودكت. تاني حاجه اسمه سكيلر، انا اسف قصدي فيكتور برودكت او كروس برودكت. ده الدوت برودكت ده بيطلق عليه السكيلر برودكت، وهنفهم ليه. والكروس برودكت بيطلق عليه الفيكتور برودكت. جميل. طب ليه يا باشا؟ الدوت برودكت عندي لما بنيجي نضرب 2 فيكتورز في بعض بيطلع لي سكيلر كوانتيتي، اللي احنا لو فاكر كده من اول فيديو زي الشطور قلنا ان هي بتعتمد على الماجنتيود بس، ملهاش دايركشن. بينما الكروس برودكت زي الشطور لو افتكرت قلت لك الفيكتور هو اللي بيعتمد على الماجنتيود والدايركشن. حلو جدا. طب انا اديتك 2 فيكتورز A و B، والدوت علامته بتبقى دوت في النص كده، فاذا كده دي معناه A دوت B. جميل يا عم، حلو جدا. يعني الموضوع مش محتاج اي حاجه. A دوت B لها طريقتين. اول حاجه لو اداك الاكس والواي والزد بتاع كل واحد، فانت هتضرب الاكس بتاعت الاول AX BX في الاكس بتاعت التاني، زائد الواي بتاعت الاول في الواي بتاعت التاني. I'm so sorry. زائد الزد بتاعت الاول في الزد بتاعت التاني. شفت الحلاوه؟ ولا في اسهل من كده.
ده كده هيطلع لك ايه؟ يطلع لك رقم يا باشا. يعني الموضوع مش محتاج سحر ولا شعوذه، يعني ده يطلع لك في الاخر رقم كده زي الشطور ده، خده هو اللي ده السكراب برودكت بتاعك. تمام. هل طلع لي دايركشن؟ هل طلع لي اكس وواي وزد؟ لا. انت دخلت قلت مثلا اكس في واحد في اكس 2 زائد اكس واي واحد زائد واي 2 زائد زد واحد زائد 2، طلع لي الرقم، خلاص ده سكيلر برود. في حاجه طريقه تانية، في طريقه تانية. انا مثلا هنفترض ان ده ايه وده بي، يا عيني، ومديك الايه السيتا اللي ما بينهم. تاني طريقه للدوت برودكت، ادي طريقه 1، ادي طريقه 2 اي. ايه هي الطريقه يا باشا؟ قال لك لا، هات لي الماجنتيود بتاعت ايه في الماجنتيود بتاع البي في كوزين الانجل اللي بينهم. حلو جدا، حلو جدا. حلو مش حلو؟ حلو يا عم. وعايزك تاخد بالك من بوينت كده، دوت برودكت بيركز في اتجاه واحد. يعني لو خدنا البي كوزين سيتا دي هيديك الايه؟ ركز كده معايا، لو عملنا بي في كوزين سيتا، كملوا كده مثلث قائم، اعتبر ده مثلث قائم، هيديك البروجيكشن او ال مش عارف اسمها ايه بالعربي، بس هي البروجيكشن بتاع بي اون ايه، يعني الكومبوننت بتاع بي على الايه. فاذا هو ضرب الاثنين الكومبوننت اللي في نفس الاتجاه مع بعض. جميل. وده طلع عليه سكيلر كوانتيتي. جميل. هناخد امثله بارقام حالا. يعني كده خدنا الطريقتين بتوع الايه الدوت برودكت. الكروس برودكت اطول واصعب شويه، تمام، وبيحتاج مجهود شويه، بس الاله الحاسبه انا ما خلتش يعني. السكوير برودكت بتدخل له اتنين فيكتور يطلع لك فيكتور. جميل. مش هيطلع لك سكيلر المره دي. وهناخد الطريقه الاولى والاسهل، اللي هو لو مديك الفيكتورين في ومعاهم الثيتا، انت بالنسبه لك لو عايز تطلع الماجنتيود، خد بالك انا قلت ايه، الماجنتيود بتاعت الكروس برودكت، ومش هتبقى عارف الدايركشن، وعشان كده انا حطيت لك ابسولوت فاليو حواليها. هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه، كل الموضوع سهل جدا. ايه كروس بي ماجنتيود، يبقى انت هتجيب الايه في البي، ماجنتيود الايه بتاع زي في ماجنتيود البي في ساين زيتا. حلو يا رجاله. جميل. تاني طريقه بقى، تاني طريقه ممكن ما تعجبكش شويه، الا وهي انك معاك الاكس والواي والزد بتاعت كل واحد. جميل. فانت هتعمل حاجه اسمها ماتريكس، او آه مصفوفه، عندنا كانت بالعربي مصفوفه. عند الاكس هتكتب فوق كده اي والجي والكي. ماتريكس دي كام في كام؟ 3 في 3. جميل. اي وجي وكي. هنا يا باشا الاي اكس، وهنا الاي واي، وهنا الاي زد، هنا يا باشا البي اكس، وهنا البي واي، وهنا البي زد. كل واحد اقول لك الدنيا حلوه. عارف الماتريكس كان به، وهتبدا تفك. بمعنى ايه يا عم؟ هقول لك حالا. انا عاوز اخد دي الناحيه التانية. طب انا اسف. اي وجي اوكي. هنا اكس 1، اكس 2، واي 1، واي 2، زد 1، زد 2. خد بالك يا باشا، الآلة الحاسبة أصلا بتحل دي في ثانية يعني. فأنا عايز منك حاجة تبقى عارف ازاي تفك الديترمنت، وازاي تطلع الكوفاكتورز بتاعت الايه الماتريكس. مش غالبا مش هشرحها دلوقتي، بس ان شاء الله دورها جاي يعني، عشان دي حاجة تبع الماس، ريليتد للماس قوي يعني. ده بالنسبة لي بوزيتيف، ده بالنسبة لي نيجاتيف، ده بالنسبة لي بوزيتيف. اللي مذاكر الموضوع ده يفهمني عادي. اي، عشان اطلع الاي هكنسل الخط بتاع الاي ده، وكنسل الخط بتاع الجي ده، وكنسل الخط ده، تمام. وهكتب هنا اي. الاي بتساوي ايه؟ اضرب واي 1 في زد 2 ماينس واي 2 في زد 1. صبر يا رب. ماينس واي 2 في زد 1. ماينس. ماينس ليه؟ عشان الكوفاكتورز هي قانون كده، ماشي. يعني خدها زي ما بقول لك كده دلوقتي. يعني يجي للجي، عاوز اطلع
خد بالك ان في هنا واي فاكتور، او ممكن تحط اكس. جي هتكنسل الخط بتاع الجي وتكنسل الخط ده، هيتبقى لك ايه؟ بسرعه، اكس 1 زد 2 ماينس اكس 2 زد 1، كل ده تحت الايه؟ الجي، بلس هتكنسل الخط بتاع الكي، يلا عشان نطلع الزد اكسس، وكنسل الخط ده كمان، هيتبقى لك x1 y2 ماينس y1 x2 للكي. جميل. فكده انا اذا طلعت الكومبوننتس بتاعت الفيكتور، وده الفيكتور اهو قدامك دايركشن اهو. طب لو عايز اجيب يا باشا قول معايا يا ابني الماجنتيود، فاذا انا هفترض ان دي اكس ودي واي ودي زد، انا بتكلم على الكوز. جميل. فاذا الماجنتيود بتاعي لسه قايل لك حالا بتاع الاي كروس البي اللي احنا لسه جايبينه بايه في بي في ساين الثيتا، تمام؟ هيساوي ايه بقى هنا؟ هيطلع هو يعني ايه بي ساين ثيتا طبيعي يعني، بس هيبقى هنا هي اكس سكوير طريقه ثانيه زائد واي سكوير زائد زد سكوير. يبقى كده انتهينا من ايه؟ من شرح الفيكتورز اللي عامله قلقه دي، تمام؟ و صحيح اللي عاوز يعرف بس الحوار بتاع الماتريكس ده، هي كده ماشيه كده بالظبط. بوزيتيف سوري، نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. خدها من اي جهه بقى، واللي انت عايز تبدا بيه اللي انت هتكنسله هتمشي بعلامته، تمام؟ حلو قوي لحد كده. اخر حاجه بقى يا باشا، عايزك تاخد حاجه بالك كده من شويه ايه تريكات كده بتاعت ناس بتفهم يعني، تمام؟ لو انت اول ما تشوفها تبقى عارف ان هي كده. احنا عرفنا ان ايه دوت البي، عرفنا ان هو بيساوي ايه بي كوزين سيتا. جميل. كوزين سيتا امتى بزيرو؟ اما تكون سيتا بكام؟ بباي اوفر 2. اذا ده بزيرو لما السيتا بكام؟ باي اوفر 2 او 3 باي اوفر 2 او خليك زود باي اوفر 2 بقى. جميل. انت فهمتني. طب بالنسبه للايه كروس البي، عرفنا ان هو ايه بي ساين سيتا بيبقى بزيرو امتى؟ لما تكون السيتا بكام؟ بزيرو. طب لما تكون السيتا ب 180، تكون السيتا 180 ب 360 قصدي، كذلك. فهمتني؟ جميل. في حوار تاني عايز اقوله لك، ان الاي دوت البي هي اياه البي دوت الاي. في حوار تالت عايز اقوله لك، ان الاي كروس البي، وحتى جرب اللي انا بقول لك عليه بامثله بارقام عادي، هتشوف اللي انا بقول لك عليه اللي انا قصدي عليه تساوي نيجاتيف البي كروس الاي. خصائص مهمه ولازم تكون عارفها عشان ما ايه تتوهش معايا كده، خليك مركز. طب هقول لك ليه، طب انا هقول لك ليه بس فرق. لانك لما بتيجي تعمل اتنين فيكتورز كروس بعض، يعني مثلا لو عندك الاكس اهو والواي اهو، هيطلع لك الفيكتور الجديد في الجي او في الزد. فهمتني؟ يعني ده هيبقى الكروس برودكت بتاعهم. لو عكستهم هتلاقي طالع لك من اليمه التانيه. فاهمني؟ فهو هنا في مثلا وليكن احنا افترضنا ده بوزيتيف، هيبقى ده النيجاتيف. فهمتني؟ الموضوع واضح يعني، تمام؟ آه بينما هنا بيطلع لك عادي فيكتور في نفس البلين. جميل. فهو مش هتفرق عادي ضرب عمليه بداليه. واظن كده خلصنا في الفيكتور كل حاجه. وان شاء الله يعني هي دي كله مش في الفيزيكس او هيفيدنا جامد في الفيزيكس، بس هو حاجات ريليتد للماس اكتر، وانا عارف ان ممكن تكونوا تعبتوا منها بس افهمها احسن. جميل. وبكده الفيديو يكون خلص، وشابتر 1 الحمد لله انتهينا منه. هنتجه بقى للميكانيكس وشابتر 2 وشغل الحركه بقى والكلام دوت، ان شاء الله تعجبكم يعني.